كل شيء له وقته. فبيقول لك هو يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هيهم انتوا شايفينهم، هيهم عم بخرب بيوتهم، هيهم. كم حزب صار منشق عنهم؟ نتنياهو ضد لابيد، لابيد ضد كوخافي، كوخافي ضد ليبرمان ضد فلان، منقسمين وكلهم عم بتصارعوا على السلطة، كلهم عم بتصارعوا على السلطة. وعلى فكرة من فترة تقرير طلع من شيء 5-6 أيام، تقرير طلع إنه احتمال أن تحدث حرب أهلية داخل فلسطين، داخل الكيان يعني، عرفت كيف؟ للصراع على السلطة. هذا التقرير منهم طلع، منهم. اللي بتابع انتوا تابعوا محطة 12 العبرية، بتجي مترجمة كمان، بترجموها للعربية، بتلاحظوا انه هناك في حرب داخلية عندهم للصراع على السلطة. فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كيف بأيديهم وأيدي المؤمنين؟ أيديهم راح يتحاربوا على السلطة. مين اللي دفع على الخراب هذا وعلى دمارهم على انه يتقاتلوا على السلطة؟ المقاومة في فلسطين. المقاومة في فلسطين حطتهم بموقف حرج، حطتهم بموقف حرج. المقاومة في فلسطين صارت كل الناس تلوم نتنياهو انه انت عم تاخذ اولادنا تموتها، انت عم تقتل باولادنا، انت عم تخرب الدولة. اذا المقاومة هون زرعت الفتنة بيناتهم، وبعدين هم بيجي الدور تبعهم اللي بيخربوا بيوتهم بايديهم. فاعتبروا بكم من رب العالمين الآية. فشو بقول لك؟ فاعتبروا يا اولي الابصار. مين هم الابصار؟ وليش نعتبر؟ فاعتبروا يا اولي الابصار. الابصار مين هم؟ اصحاب الرؤية، اللي عندكم دين، اللي عندكم دين. اعتبروا يا عرب، اعتبروا يا زعماء العرب، انه هايهم اللي انتوا عم تحكوا ما بنغلبوا وما بنهاروا، هايهم بنفسهم قتلوا حالهم، بنفسهم دمروا حالهم. رب العالمين اللي عم بيوصل لك الرسالة هاي، ووعدا علينا. رب العالمين وعد حق. فاعتبروا يا أولي الأبصار ليخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. رب العالمين عم بيخاطب مين هون؟ السفهاء العرب، حكام. فبيقولوا ما اعتبروا هايهم اللي انتوا كنتوا خايفين منهم وعم بتخوفوا الشعوب منهم، هايهم بنفسهم قتلوا نفسهم بنفسهم. وإلا ليش قال رب العالمين أوهن من بيت العنكبوت؟ عبث بحكيها رب العالمين؟ حاشا الله. أوهن من بيت العنكبوت. وتروهم جميعا وقلوبهم شتى. فلذلك أنتم بتطلعوا عليهم بتقولوا يا أخي متحدين، يا أخي أقوياء هذول، وهم أساسا من الداخل قلوبهم شتى. كل واحد عم بطمع بالسلطة، كل واحد نفسه يقتل الثاني، كل واحد نفسه يغدر في الثاني. فهم منتهين. وعلى فكرة الخلافات هاي داخل الكيان ما وضحت وما ظهرت من عام 1948 منذ تأسيس الكيان لغاية اليوم. لم تكون للدولة مهزوزة مثل الأيام هاي. فلذلك هاي الأيام هي أيام النصر وأيام الحق وأيام الوعد. وأنا واثق من كلامي ومتأكد من كلامي. من هون لنهاية السنة راح تسمعوا أخبار، راح تسمعوا خبر بإذن واحد أحد راح يشفي صدوركم وصدور المؤمنين. أنا واثق كل الثقة. هون بيقول لك إنه حصونهم حميتهم ومو خايفين الجماعة. هاي حصون لحميتكم. الحصون هاي الحكام العرب اللي حكوا فيها، الحكام العرب اللي ضخموا لكم حصونكم، ولا أنتم ما عندكم حصون أساسا. الحكام العرب هم اللي مسكوا شعوبهم وقالوا لهم إنه لا ما تحاربوا، وهدول وراهم أمريكا، وهدول وراهم كذا، وهدول وراهم كذا، وهدول وراهم كذا. آخر شيء رب العالمين مشان يثبت إنه حكامنا فجرة وحكامنا أساسا ما كان عندهم النية، بثبت للحكام العرب إنه هدول اللي أنتم خايفين منهم أنا راح أخرب بيتهم بأيديهم هم راح يخربوا بيوتهم، مشان أثبت لكم إنه أنتم كفرة يا حكام. وبعد ما بخرب بيوتهم رب العالمين راح يوجه لهم رسالة، فبيقول لهم فانظروا يا أولي الأبصار. هايهم شوفوهم اللي أنتم كنتوا خايفين منهم، اعتبروا يا أولي الأبصار. طيب البعض بيقول لك إنه يا أخي ممكن يصير، ويا أخي بلكي التفسير مو هيك، وبلكي الأمور مو هيك، وبلكي. رب العالمين قال لك وكتابا فصلناه تفصيل مفصل الكتاب بالكامل. يعني هذا الكتاب لا ريب فيه أبدا. طيب احنا لو اجينا احنا مثلا من القرآن الكريم ولما عم نحكي ليتبروا ما علوا تتبيرا أو ليسوءوا وجوهكم، الفترة الأولى من النصر هي إساءة الوجه، الفترة الثانية دخول المسجد الأقصى، الفترة الثانية تتبير.
وليتبروا ما علوا تتبيرا. طب هالأمور هاي في منها بالحياة الواقعية عنا، بالواقع في عنا. طيب في أمثلة كثيرة على فكرة من الحياة الواقعية. احنا لو أخذنا من الواقع مثلا بتلاقي إنه الأمور هاي فعلا إنه إحنا وين مغيبين؟ إحنا ليش مغيبين؟ ما هيهم هم عم بيحكوا أصلا، هم أساسا عم بيحكوا بهالأمر هذا. مثلا من يومين في خخام اسمه آفي أبراهام، أنا نشرته على صفحتي، فبيقول لك يجب علينا أن نعترف للفلسطينيين بحدود عام 1967 وإلا لن يكون لنا أساسا أرض ليعترف بها أحد، لأن نتنياهو حطم حلم الدولة بشغفه وحبه للسلطة. خخام هذا، خخام. يعني أنت عم تحكي شيخ هون عنا، مثل ما عم تحكي شيخ كبير المشايخ عندهم، هون في خخام كبير، والخخام عندهم يعتبر درجة علوى في الدولة، يعني درجة عالية في الدولة. خخام عندهم بيقول لك إنه يجب علينا أن نعترف للفلسطينيين بحدود عام 1960 وإلا لن يكون لنا أساسا أرض ليعترف بها أحد، لأن نتنياهو حطم حلم الدولة بشغفه وحبه للسلطة. يعني احنا خلص لازم نعترف للجماعة بحدود 67. وصلنا لمرحلة هم عارفين، احنا وصلنا لمرحلة انه الدولة عم تنهار، الدولة منتهية خالصة، العالم عم شوي شوي عم بكبنا، شوي شوي عم بيستغني عنا، الدولة شوي شوي الدول العالم عم بتبعد عنا، عم تنفر منا، عم بيعرفوا انه احنا كذابين، احنا منافقين. الكيان هيك عم بحس، فلذلك بطلع بقول لك انه بنستغني عن شيء بس نضل يعني أسوأ الامور. فلذلك يجب علينا أن نعترف بحدود 67 أقل ما فيها، أنه خلص قدام العالم أنه هاي أنه إحنا مشينا لكم باع فامشوا لنا باعا. هم هيك مبدأهم. فهي لازم نعترف بحدود 67 بيقول لك الخخام، وإلا لن يكون لنا أرض من الأساس، لا ما رح يكون لنا أرض حدا يعترف فيها. فلذلك يجب علينا الاعتراف بحدود 67 للفلسطينيين، لأن نتنياهو حطم حلم الدولة بشغفه وحبه للسلطة. كله صار يعرف هايهم وليتبر ما علوا تتبير وليسوءوا وجوهكم. أكثر من هيك إساءة وجه بدكم تشوفوا؟ واحد بشك برئيس دولته بقائد دولته إنه هذا الرجل باع الدولة وراح يحطم الدولة، وإحنا خلص ما عاد إننا ثقة فيه ولا عاد نثق فيه، ووصلوا في إنه إحنا ما بنثق أصلا بإعلامه. ما بيحكوا هم أصلا بالداخل في صحفي هلا بحكي لكم شو حاكي، ما عاد وثقوا بالإعلام تبعهم، ما عاد يثقوا بالإعلام تبعهم، صار يراقبوا الإعلام العربي. هم داخل الكيان، الشعب داخل الكيان بطلوا يعترفوا بالإعلام تبعهم، صار يعرفوا إعلام كذاب. ليش صار يعرفوا إعلام كذاب؟ لأنه كانوا بيسمعوا المحررات بيحكوا شيء والإعلام تبعهم بيحكوا شيء ثاني. المحررة، طب هاي المحررة كتبت رسالة رسمية للمقاومة بتشكرهم وبتقول لهم إنه إحنا يا جماعة أنا بشكركم كثير، وأنا أنتوا رب اهتميتوا ببنتي وعاملتوني معاملة إنسانية، وأنا ما كنت مسجونة أساسا عندكم، وإجا السنوار بنفسه زارني واطمن علي وعلى بنتي وأثنى علي وأثنى الناس ويتم مساعدتنا، وإذا كنت أتعب كنتوا تروحوا تجيبوا لنا دواء، وإذا كنت أمرض كنتوا، وإذا كنت أبرد بتغطوني إلى آخره. هيك بتحكي برسالتها. بيجي وعند الكيان بيقول لك لا هي ما حكت هيك، هي بتقول انه عذبوني، قتلوني، دمروني، عملوا انفصام شخصية مع بنتي. والختيارة نفس الشيء اللي طلعت سنة بالمقاومة انه المقاومة منيحة، اتهمها نتنياهو بانها شو معها زهايمر. فلذلك صاروا داخل الكيان بطلوا يثقوا ابدا تماما، بطلوا يثقوا بالاعلام تبعهم ولا بالقادة تبعهم. فهذا شو اسمه؟ ليسوءوا وجوهكم، إساءة الوجه. انتهى الموضوع، أسأنا وجوهكم، خلص انتهى، شلنا مية الحياة من وجوهكم، كله صار كذاب عنكم، كله صرت تكذبوا بعض. هيو خخام بيقول لك، خخام آفي أبراهام فيكم تشوفوا موجود، يجب علينا أن نعترف الفلسطينيين بحدود عام 1967 وإلا لن يكون لنا أساسا أرض يعترف بها أحد، لأن نتنياهو حطم حلم الدولة بشغفه وحبه للسلطة. خخام من عندهم اللي بحكي. من كم من يوم، من شيء كمان 5 أيام، نائب رئيس بلدية تكساس، أنا نشرته على الصفحة عندي، نائب رئيس ولاية تكساس، هو نائب رئيس بلدية تكساس بغض النظر من يكون من تكساس الرجل. فشو بحكي؟ تصوروا على الإعلام شو بحكي. يعني هذا نائب رئيس بلدية تكساس بيقول: شكرا لكم أيها الفلسطينيين، شكرا لكم أيها الغزيين، لقد حررتم العالم من العبودية، لقد حررتم عالمنا أمريكا من العبودية، أنتم الأحرار الحقيقيين، لقد أثبتتم للشعوب معنى الحرية. واحد
بوزن نائب رئيس بلدية وبتكلم أمام جمهور كبير انه شكرا لكم يا فلسطينيين، شكرا لكم ايها الغزيين، انتم بينتوا الحقيقه وكشفتوا الحقيقه ووضحتوا امريكا شو معناها، كشفتوا كذب امريكا وكشفتوا اكاذيب امريكا، وبينتوا لنا انه فعلا امريكا دوله واعلامها كله كاذب ولازم التغيير، ولازم احنا كمان نغير. انتم الاحرار الحقيقيين، انتم الناس اللي بتستحقوا الحريه، انتم فعلا اللي بينتوا الحريه لكل العالم. هذا نائب رئيس بلديه، رجل دارس بجامعات متطوره ومتقدمه ورجل فهمان وبيعرف شو بحكي، عارف شو بحكي الرجل، مش رجل جاي من الشارع عم بحكي. بيشكر الفلسطينيين انه انتم فعلا بينتوا الوجه الحقيقي لامريكا والاعلام الامريكي والزعماء الامريكيين. انتوا اللي اعطيتونا حريتنا اساسا، انتوا هلا ما عم تعطوا حريه لنفسكم، انتوا اعطيتوا الحريه لنا كمان، انتوا زرعتوا الحريه في امريكا. الرجل هيك عم بحكي. اذا هذا شو معناته؟ هذا من عمليه شو؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا. انتوا يا يهود كبرتوا تبرتوا وعليتوا فوق، اجوا الفلسطينيين هدوا كل شيء انتوا بنيتوه. اجى الشعب الفلسطيني، الشعب المقاوم، وكل عربي مسلم مقاوم وكل انسان مسلم. انا ما بحكي عن فلسطيني فقط، في مسلمين شرفاء وفي كثير مسلمين بالدول العربيه كثير شرفاء وعم بيساعدوا بهالامر هذا وعم بيوصلوا الحقيقه. فليتبروا ما علوا تتبيرا. نزلت كلها الموازين تبعهم. الكيان كان مرتفع بامريكا باوروبا الى اخره، هبطوا كلها. نائب رئيس بلديه تكساس بيقول لك شكرا لكم ايها الفلسطينيين، شكرا لكم ايها الغزيون، لقد اثبتتم الحقيقه، انتم الاحرار الحقيقيين، لقد حررتم امريكا من العبوديه. تخيل رئيس بلديه بحكي هيك، نائب رئيس بلديه. صحفي، هذا الصحفي اللي خبرتكم عنه صحفي من الكيان، شو بحكي الامس؟ ماذا يقول امس؟ شو بحكي بيقول بعد ان اعترف الكيان ب1000 جريح بالمشافي. انتوا شفتوا امبارح على التلفزيون بالجزيره والمحطات، كل محطات التلفزيون جابتها انه الكيان لاول مره بيعترف انه عنده 1000 جريح بالمشافي بين ضباطه مجندين. اعترف امبارح رسمي، قال لك انه احنا عندنا 1000 واحد جريح بالمشافي. طيب انت عم تعترف ب1000، ماشي الحال. هون الصحفي شو بحكي؟ قال الحكومة كاذبة ونحن نعلم أن عدد الجرحى في المشافي أكثر من ذلك ب10 مرات وعدد القتلى مثلهم تماما. هناك أمهات لا تستطيع أن تتكلم مع أبنائها الذين خرجوا لحرب غزة وهواتفهم مغلقة. هل تستطيع الحكومة أن تقول أين هم؟ هل هم في ثلاجة الموتى أم أنهم أسرى لدى المقاومة أو في غزة؟ هذا صحفي من صحيفة والا العبرية بتكلم بهيك لغة، بيقول لك انه انتم كذابين، انتم منافقين، انتم عم تكذبوا علينا، انتم بتعترفوا ب1000 جريح. ما دام انتم اعترفتوا ب1000 جريح احنا واثقين كل الثقة، معناته عندكم 10000 جريح و10000 قتيل. 10000 جريح و10000 قتيل. طيب شو اثباتك؟ رئيس مقابر العسكرية في الكيان اعترف رسمي، وعلى الجزيرة موجودة. قال لك نحن يوميا ندفن عشرات القتلى، كل يوم ندفن عشرات القتلى في مقبرة واحدة، مقبرة النقب. في مقبرة النقب يوميا احنا بندفن عشرات القتلى كل يوم. وبطلع بيقول لك اخر شيء عدد قتلانا 350، ما بعرف 410 صاروا. ويوميا انت عم تدفن شو عشرات القتلى ب50 يوم، اذا عندك 5000 قتيل صار. هاي اعترافاتهم. وهو رب العالمين كيف بده يسيء وجوههم؟